زي ما احنا مكملين في رمضان مع علماء العصر الذهبي للإسلام، ولو انت مش متابع السلسلة من الأول يبقى روح شوف بقية الحلقات اللي فاتت بعد ما تخلص الحلقة دي. المهم ميعادنا النهاردة مع عالم مسلم جديد، وكان على فكرة فيزيائي وفلكي ورياضي وفيلسوف ومهندس، وهو كمان مؤسس علم البصريات، وليه اكتشافات ومؤلفات علمية كتيرة جدا في كل المجالات دي. فيا ترى بقى ايه أهم إنجازاته وكانت ايه تفاصيل حياته؟ وأكيد كلامنا ده كله على العالم أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم البصري، أحد أعظم علماء القرن الحداشر وأشهر علماء الطبيعة والبصريات. اتولد الحسن بن الهيثم في البصرة اللي في جنوب العراق سنة 965 ميلاديا، واللي منها الناس بتلقبه بالبصري، ومات في القاهرة سنة 1040 ميلاديا. وهو ما سافرش من البصرة للقاهرة بس، لكن سافر بلاد كتيرة جدا زي بغداد والشام والأندلس. ولما اتشهر جدا بقى والناس كلها ابتدت تتكلم عن ذكائه وعلمه، استدعاه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، وده اللي كان بيحكم مصر في الوقت ده. والخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله طلب من الحسن بن الهيثم انه يلاقي اي فكرة او حل او اختراع يسيطر بيه على فيضان النيل، لان الفيضان ده بيجي يغرق الدنيا كلها حواليه، وفي نفس الوقت بتيجي اوقات تانية على النيل منسوبه بيقل جدا عن اللازم. وفكر بالفعل ابن الهيثم ان هو يبني سد موجود في جنوب مصر عند اسوان كده، هيمنع الفيضان ده وهيعالج المشكله دي. لكن ابن الهيثم لما راح بنفسه وشاف قوه اندفاع ميه النيل، عرف انه مستحيل يبني السد ده. وعلى فكره كده يبقى الحسن بن الهيثم هو اول واحد جات له فكره السد العالي اللي موجود دلوقتي. ولما راح قال للخليفه كده بقى غضب جدا، وكان معروف عن الحاكم بامر الله ده ان هو طاغيه وعنيف جدا وقتال قتله. فعشان الحسن بن الهيثم ينجو بحياته بقى، فكر برضه في حل عبقري، وهو انه يعمل نفسه مجنون كده قدام الخليفه ويقعد يعمل حركات زي المجانين عشان يسيبه وما يقتلوش. والحاكم بامر الله صدقه فعلا وما قتلوش، لكن امر بحبسه في بيته وجرده من كل الالقاب او المناصب او الفلوس اللي كانت معاه. وفضل الحسن بن الهيثم محبوس فعلا في بيته لغايه ما الخليفه ده مات، وبعدها رجع ابن الهيثم يعيش حياته الطبيعيه تاني عادي. المهم لو سيبنا بقى من القصه دي واتكلمنا عن حياه الحسن بن الهيثم، هنلاقيه عمل انجازات كتيره جدا ما تتعدش، زي انه كان بيصلح غلطات ناس تقيله زي ارسطو واقليدس ويعيد تجاربهم تاني بالمعلومات الصح اللي هو اكتشفها. وكمان هو اول واحد يقول ان احنا بنشوف عن طريق ان اشعه الضوء بتسقط على الحاجه اللي حوالينا وبعدين ترتد لعينينا، على عكس ما الناس كانت فاكره في الوقت ده ان اشعه الضوء بتخرج من العين اللي حوالينا. وبمناسبه ان احنا جبنا سيره الكلام عن العين، فكمان كان هو اول واحد يشرح العين تشريح كامل ويوصف وظائف اعضائها بوضوح، ويشرح كده طريقه عمل العين والعدسات وازاي الضوء والعين بيتعاملوا مع بعض، وده ساهم كتير جدا في طب وجراحه العيون. واكتشف كمان ان العدسه المحدبه بتكبر الحاجات اللي تتحط قدامها، فكان اكتشافه ده البذره اللي قامت عليها صناعه النضارات بعد سنين من موته. وكمان اكتشف قوانين انكسار الضوء اللي كلنا درسناها في حياتنا سواء في الفيزياء او في العلوم في اعدادي، عن طريق ان هو قاعد يجرب يخلي الضوء يعدي من وسط مواد مختلفه ويشوف معامل الانكسار بتاعها. وعمل تجارب على تشتت الضوء كمان عشان يعرف الالوان اللي بتكونه. وكل ده بقى واكتر اتكلم عنه في كتاب عظيم اسمه المناظر، والكتاب ده اترجم للغه اللاتينيه وكان ليه دور كبير جدا في تقدم علم البصريات في اوروبا. وكان مهتم الحسن بن الهيثم ان هو يدرس كل الظواهر الفيزيائيه اللي بتحصل حواليه، زي الكسوف والخسوف والظل وقوس قزح. وكل انجازاته على فكره حلوه ومفيده ومهمه، بس اعظم حاجه عملها الحسن بن الهيثم في وجهه نظر انا، لان دي اكتر حاجه احنا حاسين باثارها لحد دلوقتي وبنستفيد منها، هي انه اخترع حاجه اسمها الغرفه المظلمه ذات الثقب. ونقدر نقول ان دي كانت اول كاميرا في التاريخ. وفكرتها كان ان الضوء بيخش من جوه الثقب اللي موجود فيها ده وينعكس على الحاجه اللي محطوطه جواها، فتظهر صوره الحاجه دي على ورقه، فتقدر انت ترسم نفس الصوره اللي ظاهره دي بالظبط كانك بتشفها مثلا، ودي تبقى عمليه تصوير بدائيه كده. وفعلا الاختراع ده قعد يتطور مع الزمن لحد ما وصل للكاميرات اللي موجوده قدامنا دلوقتي. وعلى فكره اتكلم عن الحوار ده برضه في كتاب المناظر. ومن اشهر كتبه بقى كمان غير كتاب المناظر اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، هو كتاب اسمه فلسفه الضوء، وده بقى اللي اتكلم فيه عن اكتشافه للطريقه اللي العين بتشوف بيها، وان الضوء هو اللي بيدخل للعين مش العكس، العين مش بتطلع اشعه ضوء. وعنده كمان كتاب البصريات اللي اتكلم فيه عن العدسات واشعه الضوء عموما والظواهر المختلفه اللي بتحصل للضوء. وليه كمان اسهامات كتيره في الرياضيات وفي علم الجبر والهندسه. وعلى فكره هيبقى عيب قوي لو انت متابعني ومش عارف مين هو مؤسس علم الجبر، فابقى شوف الحلقه اللي هتطلع لك هنا او هنا دلوقتي بعد ما تخلص الحلقه دي. ولو انت راجل محترم وشفت الحلقه يبقى قول لي مين هو مؤسس علم الجبر في الكومنتات. وبرضه الحسن بن الهيثم عنده كتب تاني الفها عن حاجات كتير ممكن ما تخطرش على بالك، زي انه كمان اتكلم عن القمر وقال ان هو جسم معتم وشرح الضوء بتاعه بيجي ازاي. وعنده كمان مخطوطه اسمها هيئه العالم، حاول يشرح فيها كده الاجرام السماويه عموما بتتحرك ازاي. واتكلم كمان عن حساب المثلثات والدوائر والحساب والاعداد وطريقه حركه
الكواكب، بص كل حاجه كل حاجه. وده لانه مؤلف اكتر من 100 كتاب، اغلبهم ممكن يكون ضاع بس لسه باقي منهم لحد دلوقتي حوالي 50 مثلا. ومن ضمن كمان الحاجات بقى اللي تبين لك مكانة الحسن بن الهيثم العلمية، ان وكالة الفضاء الامريكية ناسا سمت اسمه على فوهة من الفوهات الموجودة على سطح القمر، سميتها فوهة ابن الهيثم. ومات الحسن بن الهيثم في القاهرة زي ما قلنا عن عمر حوالي 74 سنة سنة 1040 ميلاديا. وبس في اللحظة دي اقدر اقول ان كل الكلام اللي انا كنت محضره للفيديو ده عن الحسن بن الهيثم خلص خلاص. وكالعاده زي ما انا بحب اقول في حلقات العلماء دي، انا وانا بخلص الحلقه كده بحس اني ظلمتهم وما قدرتش اقول كل حاجه عن العالم اللي احنا بنتكلم عنه. فبطلب منكم دايما ان اللي يشوف الحلقه يروح على طول يدور على حاجات تانية ومعلومات اكتر عن العالم ده، عشان ما ياخدش فكره صغيره عنه من الكلام اللي انا قلته بس. وبس كده خلاص، عايزك تعرفني بقى لو الفيديو ده عجبك عن طريق ان انت تدوس لايك وتشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك قبل كده. ولو كنت اول مره تشوفني خش كده خد لك لفه في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.